عظيم الشرف بأن أفتتح جلستنا اليوم وأرحب بدءا بضيوفنا الأفاضل الذين هم قبل كل شيء شركاؤنا في الانتماء للبشرية وحملة من مبادئ الإنسانية الكونية التي تؤمن بحرية الفكر واتصال المعرفة وكرامة الإنسان. وفي مقدمتهم كما أسلفت الفنان القدير مرسي الخليفة عضو اللجنة الدولية الشرفية لحركة ضمير، والتي تتشكل إلى جانبه من الأسماء الكبيرة التالية إدغار بوغان وأدونيس ونوال السعداوي وعبد اللطيف الكعبي ومحمد شفيق، دون نسيان ذكر عضو راحل هو الأستاذ العزيز العفيف الأخضر. أرحب كذلك بحملة الفكر المتنوع من مفكرين وباحثين وفاعلين جمعويين، وبرجل الكنيسة البروتستانية الذي سوف يحضر بعد قليل، وهم ينتمون إلى بلدان متعددة من فلسطين والبحرين والأردن والجزائر وتونس والمغرب وألمانيا وفرنسا، وقد قبلوا بلا تردد دعوة حركتنا المدنية الفتية حركة ضمير، ودعوة جمعية هومينا التي سوف يتحدث المسؤولون عنها بعد قليل، وهم شركاؤنا في هذا المنتدى الموضوعاتي الذي يتناول قضايا حرية الضمير في أسسها ورهينيتها وامتداداتها المتشعبة. لن أستبق النقاش، ولكنني باسمي وباسم أعضاء حركة ضمير نساء ورجالا وشبابا أريد أن أؤكد على عزيمتنا في طرح القضايا الجوهرية التي تواجه مجتمعاتنا بكل الجرأة الفكرية المطلوبة وبكل التؤدة المنهجية الضرورية، في عالم تؤكد كل إشاراته الظاهرة والمبهمة المتسارعة الوتيرة كما لم تكن من قبل تؤكد على ترابط الديناميات الخارجية والداخلية بشكل يجعل مصير البشرية واحدا أكثر من أي وقت مضى وبوتيرة أسرع من كل وتيرة سابقة. وتوجد مسألة حرية الضمير في القلب منها، وما الظواهر الجديدة المتسمة بالإنكار والاعتداء والاضطهاد بل والتقتيل والتصفية الممنهجة تجاه الأفراد والمجموعات، والمضي إلى تأسيس الدول على أساس ديني عرقي وتحقير المعتقدات واضطهاد حرية الضمير والمعتقد، إلا تأكيد على حيوية وضرورة التوجه نحو تطابق إشكالاتها وإبراز واقع الحال بصددها وتوضيح مدى ما أنجز من أجل حمايتها من أدوات قانونية وميكانيزمات مؤسساتية محلية أو إقليمية أو كونية. وإذ ننظم هذا المنتدى الموضوعاتي في إطار فعالية الدورة الثانية للمنتدى العالمي، فإن الطموح المشروع يتمثل في اعتماد المنتدى عددا من التوصيات المنتدى العالمي عدد التوصيات المتعلقة بحماية حرية الضمير باعتبارها مسؤولية فردية وجماعية تسائل الجميع، حكومات وبرلمانات ومؤسسات وطنية وأحزابا ومؤسسات تعليمية، وأخيرا وليس آخرا المجتمع المدني الذي يتجه شيئا فشيئا ليشكل الضمير الحي النابض للبشرية اليوم، التي من خلال استقلال قراره واجتهاداته وابتعاده عن كل أفق ضيق واستماتته بإمكانه أن يؤثر في مجريات تأثيرا يمتع بالقيم ومبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وعدم قابليتها للتجزيء، وفي مقدمتها حرية الضمير والمعتقد. فليكن هذا الأثر منبعثا من فوق المغرب، هذه الرقعة من أرض البشرية التي تحمل إرثا متعددا امتزج فيه الأبعاد العربية والإسلامية والأمازيغية والأندلسية واليهودية والإفريقية. بقي أن أشير إلى غياب شخصية كم كنا نتمنى حضورها بيننا، وهي السيدة النائبة فيا الدخيل من العراق، المدافع عن الأقلية الإزدية
بشجاعة قل نظيرها. الأقلية الإزدية المضطهدة من طرف عصابات داعش، وإن تأسفوا لغيابها فإننا نتقدم بأحد التعازي في الفقدان الذي ألم بها مؤخرا وجعلها تلغي سفرها في آخر لحظة. آخر فكرة لي هي استحضار روح المرأة التي أطلق اسمها على هذه القاعة، امرأة استثنائية قد يكون لنا إمكانية للحديث عنها، وهي المرحومة فاطمة التاجر. شكرا لكم، فلنفتتح.